نقول هما جابوا لك اكتئاب. بصي بقى عشان نبقى متفقين، قرايبك يروحوا بيتهم، ولا قعدتك عند امك ولا قعدت حد عندك، مفيش حاجه اسمها حد يجي يقعد عندك، كل واحد عنده بيته يروح يتلم فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. ونقول اسم البيت ولا بلاش؟ بلاش بلاش بلاش. المهم دي الاولانيه. الثانيه عشان نبقى متفقين، الايام اللي موجوده دلوقتي اللي احنا موجودين فيها، كورونا موجوده، المخلاوي موجود، المتحول موجود، فالناس تتلم عشان خاطر اقل جرعه علاج للبيت في اليوم في مستشفى ب 30,000 جنيه. يبقى كده عشان نبقى متفقين. فعشان ده اي حد بيقرب مني بروح قايل له ايه؟ بص من البق ممنوع. عيال عندنا في ال6 شهور الاولانيين يقربوا من البنت الصغيره، حتى لو كانت اللي هو ايه، هو انت اللي جابك ما جابش غير بنتك؟ هي ما جابش عندها عند امها غير بنتها بس. عيالكم عندكم زي الفل، خليهم يروحوا يبوسوا اي حد، يبوسوكوا انتوا. حد بيبوس، حد بيقرب من العيل، حد عنده برد، حد عنده عيال صغيره، عنده عيال بتروح مدارس، مفيش من الكلام الفالصو ده. يقربوا من البنت الصغيره، يقول لك اصل عايزين يشيلوا فينقهروا فيشيلوا البنت الصغيره، فيبقوا حاسين ان البنت ايه، ان هم هيزعلوا، وانت حايش عيالك عندنا ليه؟ هو انت اول واحده تخلف؟ قول لهم يا جماعه يعني اللي عنده بربع جنيه دم اريح مليون مره من اللي عنده فدان ارض. خش على اللي بعده. بص انا كاتبها اهو، قايلين ممنوع التقبيل من الوجه. طب يا دكتور ما هي ما تحبكهاش بقى، احنا عايزين نبوس. وانت تضمني ان البنت عندها دور برد؟ حضرتك ببساطه انا بقيت بحكم ايه؟ تتمضمض ببتادين وتحط في مناخيرها كحول ونرمي عليهم ميه اكسجين قبل ما يعملوا، وبعد كده تبص البنت من ورا ماسك. ما ايه اللي تحصل؟ والكلام للام برضه. الثالثه بقى، انت دلوقتي قلتي يعني الكلمه اللي هي وجعت قلبي وحصلت مره قبل كده، والليله دي خلتني ايه اللي انا كنت هعيط، الا وهو بنت صغيره كان عندها حوالي 18 سنه. العيله وعيله العيله راحوا حرفيا انت قلت لي نص الكلام، اللي هو اول ما لقوا البنت ولدت راحوا جايبين العمات من دول ومعرفش الخاله من هنا وبنت خالتها من هنا وراحوا داخلين عليها. بس انت ما عندكيش صدر، يلا نجيب لبن، يلا وراحوا داخلين كده على البنت الصغيره وراحوا يعني كده بركبتهم في بطنها وراحوا ماسكين البنت الصغيره ويعصروا، كل واحده كل مره في العيله تعدي تفرم البنت وتلف على اللي بعدها، البنت جالها خراج ما رضتش لبن. خدت بالك من الكلمه بنفس الحركه كده، اللي هو ايه، كل واحده فيهم تطلع هاتي يا اختي وما اعرفش ايه في ايه، ولا انتوا اغتصبتوا البنت. وراحوا جايين وكانت صغيره عندك كمان ويمسكوا ويزنقوا، والثانيه تمسك وتشد في ايه يا ولاد، معلش في الكلمه، هو انتوا جايبينها لا هو ما حصلش كده. ما حضرتك ما مش عايز الكلام ده يحصل. مسكوا ما حضرتك يا فندم معلش انت عارفه عامله زي ايه؟ ينفع مثلا امسك واحد دلوقتي من طرطوفه مناخيره ولا طرطوفه ودانه؟ لا. ليه؟ لو التهبت هزعله بقيت عمري. فده ما ينفعش. الثالثه بقى وده المهم قوي، احنا لسه قايلين ايه بدايه اعاده الارضاع، قلنا موضوع اللبن الصناعي. الببرونه اهي حلو، احنا عندنا ظرف هنعمل 4 حاجات. الاولانيه الببرونه جهزنا الرضعه، روح فاتحين دي كده وتمسكي بسرنجه وتنقطي في بق البنت. اشمعنى؟ علشان خاطر اللي هتاخد نفس بعدها فكأنها بتبلع بالراحه ومش محتاجه هزازه. فاللي هيحصل ايه؟ انا هديها فرصه انها تقعد تاخد الحبه دول من غير ما تاخد حلمه. ليه؟ لان استحاله حلمه الام مهما كانت الام ولا سوبرمان حتى عمرها ما هتطلع لها حلمات بنفس المنظر ده، فمش هتعرف تدخل ده كله في بق العين. ليه؟ بتبقى كل بتاعت الام حته صغننه قد كده اهو. فاحنا لسه بنقنع البنت الصغيره ان الحلمه المايعه اللي عند امها دي ان هي دي اخره الدنيا وهي دي دنيتها وهي دي اللي هتديها فايدتها. لكن مفيش حاجه، المسدس ده مفيش منه، ومحدش يقول لك اصل احنا هنجيب لها حلمه شبه حلمه الام. ما هو لا يقول لك شبه حلمه الام، انهي ام فيهم وانهي حلمه؟ وهل احنا خدنا الاسطمبه من الام؟ وهل البنت الصغيره اقتنعت وقلنا لها هي دي ورقصنا لها فالبنت صدقت؟ مفيش من الكلام. لا احنا جبنا يا دكتور الحلمات اللي هي السيليكون. اسمع مني بس ولا اي حاجه. وهي جربتها فعلا وجابت الشفاط اللي هو حضرتك ما هو انا هفهم حضرتك حاجه صغيره. الحلمه الثانيه اللي انت بتتكلمي عليها كانها جابت دي مدام وراحت لزقها عليها فبرضه عملت بمسدس كده، فاحنا ضحكنا على نفسنا. الحلمه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها تبقى عباره عن حته قشره صغننه بتجيبيها وتقلبيها وتحطي كده وتروحي قلب، ودي اللي بعض الناس اللي عندهم ظروف لكنها مش مسموعه لكل الناس. ليه؟ لانها بتحسس العيل ان في حلمه غير الحلمه اللي المفروض ان احنا هنمشي حياتنا عليها. احنا عايزين البنت تتعود على الحلمه اللي على قدها. طيب بدايه اعاده الارضاع، كل اللي طالبه منك ان انت لما ربنا يشاء ويهدي وجوزك يسمع الفيديو ده ونقول له يا ابو البت العسليه البت اللي زي القمر ديت، سيب الجماعه يروحوا يرتاحوا في بيتهم. عايزين الغلبانه مراتك
تقوم تلبس على راحتها، تاخد بنتها على راحتها، تعرف تدخل حمامها براحتها علشان خاطر تعرف ترضع البت براحتها، لان اقل علبه لبن رفعت من 205 ل 270 وهو الخسران. هو اللي هيدفع. ماشي؟ خد اللي بعده. فالبت ملهاش غير امها، ملهاش لا بستها ولا عمتها ولا مرات عمها اللي جم البيت. البت جايه تقول لي لقيتهم فجاه مسكين البت ورحت فاتح كده كله بيمد ايده وتعالى من اعصارك في ايه؟ ده بكريه يعني يعني اللي هو ايه؟ لسه قدامها 20 يوم على لما تيجي تمسك كده تجيب نقطه. لكن البت لو شفطت باذن الله ينزل لها رزقها اللي بيتكون من الشهر السابع. مش مطلوب اصلا من 19 سنه ديت انها لما تيجي تجيب لبن، انها لما تيجي مثلا في ثاني يوم ولا ثالث يوم بعد الولاده، انها لما تعمل كده تلاقي اللبن بينقط. ده بتنقط بعد 5 و7 يوم. فاهمه كلام انا مش فاهمان؟ بس وبعدين ما تجيبليش للبنت اكتئاب. ما هو لو حصل لها اكتئاب انت عارفه هيحصل ايه؟ هياخدها من ايديها ويطلع بقى على دكتور الدكتور اسمها دي امراض نفسيه، وبعدين هيكتب لها علاج واثنين وثلاثه، وهنرجع تاني نقول بقى تعالوا لي اقعدوا بقى بالبنت الصغيره غيروا لها وشيلوها ورضعوها واعملوا، عشان دي لو طلعت الجنونه عليكم هتصوت وتلم عليكم الشارع وشارع الشارع. فمدوا توجيه الدكتور لازم اديها شويه. لا مش لايف كوتش، ده سايكولوجيست يعني دكتور نفسي وممكن تاخد ادويه. لا مفيش كوتش في الليله دي دلوقتي. نفسي الاول وتاخد ادويه الاكتئاب معاها دواء واثنين وثلاثه، وبعد كده الدنيا تبتدي تهدى، والتاني ده يبقى بيلف زي الفرخ ويقول يا ريتني سمعت الكلام. احنا سامعين كلام حضرتك انت على راسي. انت على راسي. لا انا بيصعب عليا يعني. انا دلوقتي ببساطه جدا اعتبروا يا ست ربنا كرمها وقعدت في كندا ولا في استراليا لوحدها. معلش في كلمه هجيب طنط الثانيه عشان خاطر لا مؤاخذه يعملوا كده ويطلعوا خد يا بنت تعالى ما نعصرك وتعالى ما نطلعها لك. الليله دي عايزه راجل. معلش كلمه. انا اصلا مخلفاها هي واخوها في الكويت وكنت لوحدي وما بعتش جبت حد. الليله دي عايزه راجل، عايزه حد يتكلم ويبقى عاقل، والعسليه اللي عندكم الراجل اللي عندكم يبقى حد بياخد ويدي عشان يبتدي يفهم ان ببساطه جدا الوحيد الخسران في الليله دي هو. البنت الصغيره دي هتتربى وعلبه لبن صناعي، والبنت الكبيره ديت هتتجنن وهيرموها عند امها فهتروح. يبقى هو وبعدين بقى هو يروح فين؟ يقعد يتكلم في نفسه بس. واخيرا انا كنت لسه قايل ايه؟ ما بتاكلش. انا لسه قايل لك انا بفطر سمك، فعادي افطري زي ما انت عايز تفطري بعشاء باكل العشاء، عايز تفطري باكل الغداء، عايز تتغدي بالليل، عايز تتغدي الصبحيه براحتك خالص. لا بتاكل. ما تطوعهاش انها تعيط. لا انا مش محتاجه تاكل. انا عايزه تنام. بتعيط. ماشي، ما هو مش عايزينها تسيب لوحدها دلوقتي. والا هنقوم بكره الصبحيه نلاقيها واكله شعرها ونلاقيها قرع زلبطه. ماشي، واكله الهدوم واكله الحاجات دي كلها واكله صباع البت اللي زي السكر دي. اخر كلمتين اللي خلاني افتح الفيديو. بصي بقى، كان في فيديو قديم عندي كانت هي اللي جايبهولي مسجلاه اللي انا سايبها. كانوا ماسكين المنخل الغربال وحاطين الواد الصغير فيه وشايله كده. بص بنفس المنظر ده كده عامله كده وتشيل وتعمل كده ويضربوا في ودانه 3 كلمات عشان خاطر نرد فيهم على الناس الجميله اللي هو دايما هيتقال. ما هو احنا كنا عاملين سبوع وانت اكيد كان معمول لك سبوع. اقول لك بس انا ليا حد قريبي عنده ضعف من السمع بسبب الصوت العالي اللي كان ممكن يبقى سبب من اسبابه. اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك، او ما سمعش لا كلام امه ولا كلام ابوه وبقى ابن عاق، وهي العيله بقت عيله واطيه اساسا والدنيا باظت. يبقى دي الاولانيه. الثانيه اصل لمه الدي جي والناس راحه والناس خارجه. باختصار خالص معايا واحده عملت نفس الليله دي، طلعت الجد عندها كورونا والجد مات. فالناس تهدى. الثالثه احنا دلوقتي جمعنا العيلتين، في 2 3 منافسين من العيله دول، وفي 2 3 كانوا منافسين من بنتك عشان ما اتجوزوش الواد العسليه اللي عندكم. حلو الكلام. فببساطه جدا دي جت نفخت من هنا ودي جت نفخت من هنا، وانتم مروحين سابوا لكم عين محترمه في البيت زعلت الكل. مالعين حق. كلمه بقى الاخيره، ال7 عقدات اللي بشوفها بقول لها ايه؟ بصي انا واحده في مره اول ما دخلت في كده ورحت رحت عليك كده خدي، ورحت ماسك ايديها في البتاع، يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بس فهم كل حافظ الليله دي، رحت ماسك وقاطع ورحت شايلها ورحت راميها. ولا 7 دقات ولا 7 عقدات ولا 7 حبات ولا 7 فتلات ولا 7 مجنونات. اللي بعدها خدي بقى الحته الثانيه. بصي عندنا في العيله كده انا ممكن تقعد تقول لي اوعى تحلق واوعى تجيب الكبده تدخل بيها على مراتك والكلام ده كله. مش عايز اقول لك العيله بتاعتنا كلها في جوازاتنا بنحلق ونجيب لحمه نيه ونروح داخلين نقعد نهرج وما اعرفش نعمل ايه. اولا حافظ ربنا، ثانيا اللي انتوا بتعملوه ده كفر.
بس فالناس تاخد بالاسباب، تستهدوا بالله الحاجه الاساسيه، سموا على بنتكم، خدوها في حضنكم، بنتكم الكبيره مش البنت الصغيره. البنت الصغيره عشان خاطر تكرم لازم ناخد بالنا من امها، امها تهدى علشان خاطر يعني اللي راحت ولا جت لسه عيله في اول دنيتها اللي هو بنسميها كده لسه ما لقينا البامبرز من 15 سنه فاتوا بس كده اللي راحت ولا جت هنخبط في كبر الطواق بس، هو هتقول الفيديو ان انا عملته لكم بس، فمفيش وملهاش دعوه. ماشي يا دكتور. طب بالنسبه الدنيا للبنوته بسيطة. جايب لها دواء المغص اللي هو لسه مسكونه بدنتينوكس او ببريست او مأنون اي حاجه منهم عادي، ندي منها في اليوم مفيش عادي. اي مشكله، ولو المغص زاد هنضطر ان احنا نغير انواع اللبن اللي موجود عندنا. ماشي. ايه تاني يا عروس؟ هو حد يزعلها، دي بقت بنت انا ماشي عشان هي شاطره ونظيفه ومنظفه البيت احلى نظافه، انتوا على راسي. ها اتفقنا؟ يلا في الفيديو بقى خلاص، خلصنا عليك.